كصحراويين فهمنا بهذه اللعبه اننا حققنا المكسب السياسي وقت اطلاق النار اصبح من الماضي، ولكن اسلوب التكتيكي للحرب هذا يعني نحن نطوره نقصره نخلوا المغرب ربما يلعب هامش مناورة في مجال معين في فضاء معين، ولكن عندنا تكتيكات وعندنا تحالفات هي تفرض علينا ربما التقدم وتطوير اساليب الحرب، والله ربما تغير المعادلات السياسيه، لانه ما يمكن نقدم على معادله سياسيه دون قراءتها على جميع المستويات السياسي والدبلوماسي والاقتصادي قبل الميداني. فالميداني قادر على انه يحرك الكثير، وسمعنا هذا النوع من التصريحات. هل الصحراويين قادرين على تجاوز ربما هذا الربط اللي طوله 2700 كيلومتر؟ بالأكيد أنه سنة 1987 أنهى الحسن الثاني الجدار وقال بأنه احمى الصحراء الغربية أو جزء من الصحراء الغربية من هجمات الجمهورية العربية الصحراء الديمقراطية وجيشها المغوار. ولكن سنة 1987 تم إلقاء القبض على عبد السلام العبيدي وتم أسره هو ومجموعاته. نتمنى أن المغاربة يفهموا شكون هو عبد السلام العبيدي. كان كولونيل ماجور وكان هو المرشح لانه يخلف احمد الدليمي في الجيش المغربي. فالحسن الثاني ما كان يريد اي شخص تكون كاريزما عنده قويه تنافس الحسن الثاني، فكان يريد جنود ضعفاء امامه، وجاب عبد العزيز البناني وهو اللي اعطاه يعني رقاه الى مرتبه الجنرال دو ديفيزيون ومن بعد ذلك الى جنرال دو كوردان. هذه الاساليب هذه الطرق هي اللي حبيت انا الاخوان على اساس انه يفهموا انه المتغيرات السياسيه طحيره. المتغيرات السياسيه هي اللي تحكم في الفهم الحقيقي لما قلت. اذا يعني فيما يتعلق بكندا وامريكا والبوليزاريو وعندهم عقارات وعندهم كذا، يعني الصحراويين لا يفكرون. اي بغيت ننصح الاخوان في المغرب انه الشعب الصحراوي قياده الجبهه الشعبيه تحرير الساقية الحمراء والذهب لا تفكر بمنطق الانتهازي الوصولي اللي يعني يقولوا الالمانيين نخميه دي سنت فلوكت، يعني بمعنى انه انا ومن بعد الطوفان. لا، الصحراويين عندهم حس ثوري. انا ما نقولش بانهم امه ربما مثاليه، عندنا الاسوأ، احنا شعب كباقي الشعوب وكل شعب عنده اشخاص عندهم تجاوزات معينه وعندهم، ولكن احنا كأمه عندها اخلاق وعندها قيم. قديما قال الشاعر انما الامم الاخلاق ما بقيت فانهم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. انا جامش الجزائري يسب وجامش الصحراوي يسب في لحظه غضب يعني يطيح الكلام ابدا، ولكن شفت المغاربه يسبوا، شفت النساء يسبوا اكثر من الرجال، وبالتالي اعتبرت حقيقه على انه ظاهره مرتبطه اساسا بالوعي ومرتبطه باخلاقيات وثقافه المجتمع، ثقافه بمفهوم الانتاج. يعني ذلك الكل المعقد اللي كذا وكذا وكذا، ولكن مفهوم يقول ديزينا تو سكي ديفيرون دو لا ناتور، كل ما هو مخالف للطبيعه هو انتاج، وده انتاج الامه يختلف باختلاف الزمان والمكان. كيف المنكر والمعروف، المعروف والمنكر عندنا في الدين ينقال بانهم يختلفان باختلاف الزمان والمكان. يعني ما كان معروفا قد يضحي منكرا، وما كان منكرا قد يمسي معروفا. ف ماني باغي ندخل في هذه الامور الفلسفيه، ولكن بغيت ناكد تماما على اساس انه قياده جبهه البوليساريو في جلها في معظمها هي شخصيات ثوريه تطالب من اجل تحرير الارض، وما تفكر باي شكل من الاشكال بانها تتساقط. عندنا متساقطين موجودين ما نقولش. ثانيا فيما يتعلق بالانتهاكات، هل جبهه البوليساريو مارست انتهاكات لحقوق الانسان؟ بالاكيد ان جبهه البوليساريو هي حركه تحرر وطني، وحركه تحرر وطني استثنائيه لانها تحارب الاستعمار اللي يتآمر عليها الاسبان. خرجوا ما صفوا الاستعمار، الفرنسي مازال يحقد علينا تاريخيا لاننا قاومنا، والمروك وموريتانيا دخلوا علينا وانتهكونا، وبالتالي كل هذه الكيانات عندها مخابراتها، وكل هذه المخابرات موجودة تحاول على أن تدس السم في العسل، وكذلك تتسلل بين النمل كالنمل بين عيوبنا كما يقول محمود درويش. فبالتأكيد أن جبهة البوليساريو حاولت على أن تتصدى كل هذه المؤامرات، وأكيد أنه جيش وأمة عندها تجربة حديثة جديدة في مفهوم الدولة العصرية وفي مفهوم حركة التحرر الوطني. تكون هناك تجاوزات معينة. قوة وشجاعة جبهة البوليساريو هي اللي أسست لهذه المرحلة في التعاطي، ونحن مازلنا ما استكملنا السيادة الوطنية على كامل ترابنا الوطني، على قمنا بهذه التجربة بوصاية من المجلس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان يتقدم بها رئيسها لخبر حسن للرئيس الصحراوي ابراهيم غالي، واللي يعني تم التعامل معها بايجابيه وبنوع روح من الاخوه وكذا وكذا. وفعلا الصحراويين كانوا جابوا معاه، حتى ضحايا ذيك الفتره قالوا بانهم يعني يعون بخطوره كذلك المرحله، وبالتالي هم يسامحون يعني جلاديهم اذا صح التعبير، اذا كان هذا المصطلح. ولكن لم ترتكب اي انتهاكات تضحى بانها انتهاكات جسيمه. هناك تجاوزات يعني، ولكن ليست هناك انتهاكات جسيمه، يعني فيراسيون غراف كما نقولوا.
perpétrées par le Polisario. ولكن les violations graves sont les violations commises par l'État du Maroc والصحراء occidentale من 1975 إلى الآن. يعني نتكلم على ديسباريسيون فورسي، نتكلم على جرائم ضد الإنسانية، كرايم كونتر ليمانيتي، ونتكلم على كرايم دي غير. وطالما انه لو دروا ابليكابل في الصحراء الغربيه هو لو دروا انترناسيونال هيومانيتير، فاوتوماتيكمون بان المغاربه المسؤولين عن ذلك هم جلادين ومتابعين بموجب القانون الدولي، ولا تسقط بالتقادم ابدا. وهذا هو اللي خلانا نحن كصحراويين نرافعوا امام المحاكم الاسبانيه اثناء بالتازار غارسون، ويتابع فيها مسؤولين كبار اللي كان واحد منهم قاب قوسين من الاعتقال في فرنسا. وبالتالي انا قادر على اني نفصل باش ما نطول على الاخوان ونخليهم يتكلموا، قاعدين نفصلوا تماما يعني في هذه الجوانب اللي تخص يعني مساله الانتهاكات الجسيمه لحقوق الانسان. لما جبهه البوليساريو لم ترتكب اي انتهاكات، والدليل على ذلك انه الرئيس الصحراوي ابراهيم غالي تم يعني طي الملف نهائيا، بالرغم من الحكومه الاسبانيه هي حكومه عميله ورجعيه ومازالت عندها نفس الاساليب الاستعماريه القديمه اللي ولى عنها الزمن. ولكن بالاكيد انه اي حكومه واي انتخابات ستفضي الى تغير تلك المواقف السياسيه، واي تغيرات كذلك على الميدان ستكون لها اثارها على المستوى السياسي وعلى المستوى الدبلوماسي، اللي من المفروض على انه يعجل برحيل هذا النظام الاقطاعي الرجعي المتخلف العميل للغرب، واللي حقيقه جعل من المغاربه كما ذكرت قبل قليل على انهم عبيد راكعين خاضعين امام اسيادهم.